وانا بفتح في ترابيس الباب سمعت صرخة وصوت ست بتقول لي راجل ما تقتلنيش يا مدكور، ما تذبحنيش. فجأة جه في دماغي الحلم اللي حلمته فوق. فتحت الترابيس ورحت جاري على الغيط لحد ما وصلت عند القرافة. سمعت نفس الصوت ما تقتلنيش يا مدكور. جريت اسرع وحاسس ان في حد بيجري ورايا وفي نفس قريب مني وقرب يمسكني. أهلا، أنا محمد. خليني أعرفكم على نفسي باختصار عشان ما أطولش عليكم. اسمي هو محمد غازي وطالب حديث التخرج وشغال والحمد لله رب العالمين. بعد تخرجي بشوية أبويا تعب جدا جدا والمرض زاد عليه وتوفى، الله يرحمه ويسكن الفردوس الأعلى. جدي مدكور الله يرحمه خلف 3 أبناء، ابنين وبنت. أما الأولاد فهم أبويا غازي وعمي مدكور، وأما البنت فهي عمتي رتيبة. في ليلة من الليالي وأنا بسترجع الذكريات اللي كانت بيني وبين أبويا خطر في بالي عمي مدكور وعمتي رتيبة، لأن أبويا ومن أنا صغير كان دايما بيكلمني عنهم وبيقول لي إن هم عايشين في بيت جدي في حلوان وإن هم ما اتجوزوش خالص. فقلت في بالي ليه ما أروحش أزورهم، أهو بالمرة تكون صلة رحم وبالمرة أشوفهم، لأني ولا مرة في حياتي شفتهم غير في الصور. سألت عليهم ناس في العيلة قالوا لي ياه دول بقالهم 20 سنة ما حدش عرف عنهم أي خبر. المهم في يوم من الأيام قررت إني أروح لهم في حلوان وأسأل عليهم هناك. ركبت المترو ونزلت في محطة حلوان وسألت عن منطقة الجبانة. الناس قالوا لي منطقة الجبانة دي منطقة مقطوعة ومحدش بيروحها وكلها قرافات، أنت عايز إيه من هناك؟ قلت لهم بيت جدي مدكور هناك. الناس فجأة كشروا وقالوا لي جدك يبقى مدكور؟ قلت لهم أيوة. قالوا لي اركب عبارة من المحصرة وانزل اتمشى لحد آخر الغيطان، هتلاقي التراب بعدها ب10 دقايق هتلاقي بيت مدكور. المهم عملت اللي قالوا لي عليه ووصلت البيت بعد ما تمشيت أكتر من 3 محطات داخل الغيطان لحد التراب، وابتدأ البيت يظهر قدامي. كان بيت غريب قوي وقديم جدا، وكان الليل دخل عليا ووصلت البيت الساعة 7. قدام البيت كان صوت الهواء بيرعب وصوت الأشجار بترعب أكتر. المهم خبطت على الباب أكتر من مرة بس مفيش حد رد عليا. قلت معقول مفيش حد جوه، يا خسرت المشوار اللي قطعته. ببص من الشباك لقيت حد بيبص من ورا الإزاز ودخل مرة واحدة. الصراحة أنا خفت بس قلت أكيد نازل عشان يفتح لي، وفعلا سمعت صوت خطوات على سلم خشب وفجأة اتفتح الباب. لقيت قدامي ست عجوزة قوي أنا عرفتها من الصور، عمتي رتيبة. قالت لي بصوت مرعب أنت مين وعايز إيه؟ رديت عليها وقلت لها أنا محمد ابن غازي أخوك يا عمتي. عاملة إيه يا عمتي وفين عمي مدكور عامل إيه؟ راحت قايلة لي ببرود شديد ادخل يا محمد. أنا الصراحة استغربت، مفيش ولا سلام ولا ازيك، وبعد ما دخلت راحت قفلت الباب ومتربساه ب3 ترابيس. أنا قلت فيه إيه؟ الخوف ساعتها بقى بيتسرب جوه قلبي. فقلت لها هو فين عمي يا عمتي؟ أنا عايز أسلم عليه عشان أروح وألاقي مواصلات بدري. قالت لي بصوت عالي فجأة أنت إيه اللي جابك أصلا؟ أنا ساعتها اتكسفت قوي وقلت لها معلش يا عمتي إننا ما سألناش عليكم من زمن. قالت لي وجاي بعد إيه؟ بعد ما كل شيء راح؟ فقلت لها هو إيه اللي راح؟ فجأة سمعت صوت هز البيت. كفاية كده يا رتيبة. ببص على الصوت لقيت راجل عجوز قوي نازل من على السلم، مش عارف